التحرير. بس حابب اقول لكم الاول على اسم ميدان التحرير. كان اسمه في البداية اسمه ميدان الإسماعيلية، وسمي ميدان الإسماعيلية نسبة إلى الخديوي إسماعيل. ثم بعد ذلك تغير الاسم إلى ميدان التحرير نسبة إلى التحرير من الاستعمار، وكان ذلك في ثورة 1919. ثم ترسخت فكرة ميدان التحرير إلى أن جاءت في ثورة 23 يوليو 1952، وقد تمت الثورة أيضا من ميدان التحرير. وميدان التحرير يعتبر من أهم الميادين في قلب القاهرة عاصمة جمهورية مصر العربية، ويعتبر ميدان التحرير من أهم الميادين الحضارية في البلد. ليه من أهم الميادين الحضارية في البلد؟ لأنه شهد العديد من الأحداث التاريخية والسياسية. ويعتبر ميدان التحرير مركزا للتجمعات والاحتجاجات الشعبية كما كنا سابقا في ثورة 1919 وفي ثورة 23 يوليو سنة 1952. ثم جاءت سنة 2011 قد شهد هذا الميدان احتشاد جميع أو ملايين المصريين في يوم 28 يناير 2011، وكانوا بيطالبون في هذا الوقت بتنحي الرئيس السابق محمد حسني مبارك عن الحكم. وجميع المصريين في هذا الميدان اتخذوا من الميدان مقرا لثورتهم، إنما خرجوا يعبروا عن آرائهم وعن مطالبهم الرسمية، توجهوا جميعا إلى ميدان التحرير. ويعتبر ميدان التحرير أهم الميادين التي تشهد ثورات التي تعكس رغبة الشعب في ذلك الوقت في التغيير والديمقراطية. كما كنا سابقا في سنة 1919 خرج المصريين أيضا يطالبون بتغيير الاحتلال، وكانوا بيطلبوا برضه بالديمقراطية. ولما جه الملك وحكم مصر العربية وبرضه جم جميع الأحرار وحبوا برضه يعملوا بيهم الثورة 23 يوليو سنة 52، برضه احتكموا إلى هذا الميدان. فيعتبر هذا الميدان له تاريخ عميق، ليس من عام 2011 بس، ولكن من أعوام سابقة. ويعتبر ميدان التحرير مميز بمساحة واسعة وتصميمه مفتوح. يعني نجد لو حضرتك ما رحتش ميدان التحرير تلاقي الميدان مفتوح بطريقة فظيعة على كل الشوارع المحيطة به، وأنه توجد فيه مساحة مركزية كبيرة جدا. وهذه الساحة نجد جميع أو معظم الشوارع الرئيسية تحيط به هذا الميدان. ونجد أيضا في ميدان التحرير بعض أو جزء من المباني الحكومية والتجارية. يتميز ميدان التحرير أيضا بوجود عدد كبير أو محدود من المعالم البارزة. ويمكن حضراتكم أن تشاهدون هذا الفيديو
المتحف ومجمع المصالح اللي هو في التحرير، مجمع التحرير، وجامع عمر مكرم حضرته يمكن رؤيته في هذا الفيديو. وإلى أن جاءت سنة 2011 وبعض من جماهير المصرية خرجت إلى هذا الميدان ليعبروا عن مطالبهم السياسية والاجتماعية. ومن أهم ما يتواجد في هذا الميدان أيضا وجود مطاعم ومقاهي. المطاعم والمقاهي دي بتدي أو بتضفي طابع حيوي جدا على المكان والحياة الاجتماعية في هذا المكان. ويوجد أيضا في هذا الفيديو العديد بعض من الحاجات الأثرية والثقافية اللي هي منها متحف مصر، وده بيدل على ان هذه المنطقة ايضا يوجد فيها حياة اجتماعية وثقافية عالية جدا. ده بالاضافة الى بقى ان الميدان ده اشتهر بالنشاط السياسي. ومن اهم ما يجب او ما نلاحظه في هذه الدولة برضو المصالح والمتاحف والجناين اللي اتعملت حاليا لجذب الزوار والاستمتاع بهذا الميدان. نحن في هذا الفيديو دلوقتي حاليا شايفين حضراتكم دلوقتي برج القاهرة اهو باين قدامنا اهو. اللي احنا عايزين نقوله في هذا الفيديو ان ميدان التحرير يعتبر رمز ورمز مهم جدا في تاريخ جمهورية مصر العربية، لأنه هذا الميدان أراد أن يغير التاريخ بوجه عام. بوجه عام ازاي حضراتكم؟ ان قامت ثورة 2011 وتنحى رئيس مبارك عن الحكم، وكان في وقتها المجلس الأعلى للقوات المسلحة تولى زمام الأمور في البلد وبدأ يقود البلد ويحكموها إلى أن يتم الاستحقاق الدستوري والقانوني في انتخاب رئيس الجمهورية فيما بعد. ونحن دلوقتي اهو قدامنا ميدان التحرير وادي المسلة. الحكومة والدولة وضعتها جديد أثري وله من المعاني والصفات الممتازة. اللي أنا عايز أقوله بقى حضراتكم في هذا الفيديو باختصار إن ميدان التحرير هو ميدان تاريخي وثقافي، لأنه يعكس إرادة الشعب المصري في التغيير والحرية والتعبير عن متطلبات. واحنا دلوقتي اهو قدام ميدان التحرير وإيد المسلة. قدام حضراتكم يوجد العديد من الشوارع المحيطة بهذا الميدان زي شارع عبد المنعم رياض، شارع محمد محمود، شارع قصر العيني، شارع قصر النيل أو كوبري قصر النيل، وغيره من الشوارع المهمة والتي تضفي طابعا مميزا على هذا المكان. وحضراتكم شايفين المتحف اهو قصادنا اللي هو اللون الاحمر ده شويه، وده نيل فندق نيل هيلتون
واللي جنبه دي مقر جامعة الدول العربية. الموضوع كبير أوي. وادي مجمع التحرير اهو قدام حضراتكم، اللي هو على يميننا ده دلوقتي، وقصاده على الناحية التانية دي الجامعة الأمريكية. يعني ميدان مشهور وفيه العديد من المصالح المهمة والأثرية في جمهورية مصر العربية. إذا أعجبكم الفيديو فلا تبخلوا علينا بالدعم والاشتراك في القناة حتى يصلكم كل جديد. أمنياتي لكم بقضاء وقت جميل وسعيد مع قناة إشارة وطنية. شكرا لحضراتكم.